خاصة في المجتمع السكندري بتتميز انها بكميات واسعة وايضا بالتنوع في كميات القمامة، لكن كيف يمكن الاستفادة من القمامة بشكل عام هو ده اللي تحدثنا عنه في السنوات الأخيرة بشكل متكرر. لكن هناك تجارب حثيثة في الفترة الأخيرة من الاستفادة من القمامة خاصة في توليد الكهرباء، ليس من في خلال شكل مصانع ولكن من خلال مفاعل بيتم استيرادها من روسيا. خلينا نرحب بضيف الهواء دكتور خالد العطر، المدير الإقليمي لشعبة المبدعين العرب ومدير عام الجودة الشاملة بإحدى الشركات. مساء الخير دكتور خالد. دكتور خالد، خلينا نبدأ شرح الفكرة من البداية. هي البداية فعلا ابتدت من عند الدكتور رمضان طمان، العالم المصري الروسي اللي بيحب البلد دي حب شديد جدا. هو الراجل معاه العديد والعديد من المشروعات، هي مشروعات كبيرة جدا وضخمة جدا. لما اتعرضت على الدولة في سنة 2011 و2014 كانت محتاجة ميزانية ضخمة جدا علشان تنفيذها. فابتدى بصفته ان هو احد اعضاء المجلس العلماء المصري الروسي ان هو يطلب منهم يفتتوا التكنولوجي دي لحاجات صغيرة بحيث ان احنا يمكن استخدامها في حيز ضيق. بدل ما كنت بستخدم مثلا مفاعل بستهلك فيه 5000 طن من المخلفات الصلبة يوميا، لا دلوقتي احنا وصلنا لغاية 2 طن. ف2 طن ممكن استخدمها في عمارة، 2 طن استخدمها في نادي، في كومباوند معين، في مدرسة، في مستشفى، بحيث ان انا الزبالة اللي تطلع او اخدها ومدورها جوه المفاعل ده واستفاد بيها بالكهرباء. الكهرباء دي ممكن تكون لإنارة مثلا الفصول، ممكن تكون لتشغيل أدوار الإنارة بتاعت الطوارئ في العمارات، إن أنا أستخدمها في تشغيل أسانسير. بتعتمد اعتماد كلي على تشكيلة القمامة دهية قد ايه. فالمهم هو بيكون مكان المفاعل فين؟ ممكن يكون في نفس العمارة فوق السطح مثلا او في مكان امن، بحيث ان برضو نضمن ان ما يحصلش اي جوانب سوء استخدام ويأثر على المكان. طب خلينا نقول، هل التجربة دي تم تطبيقها في احدى الدول ولا لا؟ شور في روسيا وكازاخستان مطبقة بصورة كبيرة جدا. وعوامل ضمان الامان قد ايه بالنسبة؟ كل دي محسوبة حضرتك واخدة موافقات اصلا من روسيا وتتوافق مع المواصفات المصرية. فاحنا اما بنبص على الاثر البيئي السيء للقمامة، او خلينا اشملها اكتر بالمخلفات الصلبة، سواء من روائح كريهة، من منظر يشمئز له العين انما نبص عليها، من ان احنا بنخسر قيمة او ثورة من القمامة دهيت. لو احنا طبقناها زي ما دول العالم بيطبقها هنكسب مليارات ومليارات من الجنيه. طب خلينا نقول ان هل تصاميم العمارات او العقارات لازم تكون بشكل معين علشان يكون جواها او بجوارها هذا النوع من المفاعل؟ ابدا، هو رياكتور صغير بناخده بياخد يعني بيعتمد على الفيد بتاعه على الزبالة بتاعت العمارة اللي نازله. بدل ما هتتفصل، لا دي مليانه مواد عضويه ومليانه مواد بلاستيكيه ومعادن هتتحط جوه الرياكتور ده عند حرارات معينه. في النهايه والمكان المثالي فين؟ يعني هل في مدخل العماره، هل في السطح؟ لا طبعا اكيد، يعني هنختار في مكان بعيد عن السكان، بمعنى صح. ممكن يكون فوق السطح، ممكن يكون في منور معين وهكذا. لازم يكون له طبعا تهويه جيده جدا. وهو كمان في ميزه انه بيدور الكهرباء بتاعته من نفسه. يعني انا في الاول اما بحط الفيد ان بتاعي بكومبوننت معين بيطلع لي رقم 1 15% من الغاز. الغاز ده انا بستخدمه علشان ابدا اعمل بيه توليد للمفاعل ان هو يسخن ويبدا يعمل لي الفصل اللي انا محتاجه. فالمفاعل ده ممكن يديني زيت بيرولي لو عملت له عمليه تقطير، اقدر افصله العناصر منها جازولين اللي هو البنزين مثلا 92 وبنزين 95 بعد ما نضيف عليه بعض المحسنات. لكن لو انا عملت ده انا 100% هصطدم مع الرقابة الصناعية
ومصلحة الكيمياء ومعهد اصول يعني البترول، عايزين لان نعرف لازم يعني ياخد موافقات. اه انما لما حولوا الكهرباء هل على هي طول، موافقات فقط ولا هي إعادة صياغة للقوانين واللوائح لا يعني؟ هي حضرتك محتاج بس ان الكومبوننت نفسه اللي طالع او البرودكت اللي عندي ناطق يكون متوافق فعلا مع المواصفات القياسية المصرية. مم. وانا بتكلم على منتج البترولي مم. او بنسميه الزيت البيرولي، مم. اللي هو ناتج عملية التكسير اللي احنا عملناها جوه المفاعل ده. طب هذا النوع من الزيت بيستخدم في توليد الكهرباء العمارة؟ طبعا طبعا، لان هذه نوعية من الكهرباء بتستعمل عادي في الاستخدام المنزلي في كافة طبعا هل بيتطلب ليها توصيلات معينة أو تجهيزات معينة كلها في موجودة جوه المفاعل. وإذا كنا احنا بنقول محتاجة، فالمجموعة اللي هي مشتركة مع بعضها في تبني هذا الفكر هي اللي بتقدم الدعم الفني له بخبراء روس بيعلموا الناس ان هم ازاي يستعملوا ده، يستخدموه الاستخدام الامثل. وحضرتك يعني احنا قابلنا العضو المنتدب للشركة المسؤولة عن النظافة في اسكندرية، واتفقنا معاه ان احنا هنعمل ده على ارض الواقع. بعتنا فعلا بنستورد موديول عشان يشغل الكهرباء بتاعة المصنع او المنطقة اللي هم فيها اللي هي في محرم بيه بالزبالة بتاعتهم. بس يعني وكمان مش الزبالة، الريجكت بتاع الزبالة، المرفوض من الزبالة. بعد ما الزبالة بيحصل لها فصل للبلاستيك لوحده والعضو لوحده والورق لوحده والمعدن لوحده، ده اللي هو الثروة الحقيقية اللي جوه الزبالة ده، هي اللي بتتباع بتوصل ل 6000 طن 6000 جنيه لكل طن دلوقتي. لا احنا بناخد كمان الريجكت اللي هو مش محتاجين، اللي هو بنسميه RDF، وبنحطه ده جوه المفاعل. المفروض ده بيتباع ب 200 جنيه الطن، او اباوت الرقم اللي انا بقول لحضرتك عليه ده، لشركات الاسمنت. بياخدوه يطحنوه مع الكومبوننت بتاعت الاسمنت عشان يطلع الاسمنت وما الى ذلك. اسمده ولا اسمنت؟ لا اسمنت. اسمنت مش اسمده. الاسمده اللي هو الجزء العضوي ده اللي بيستخدم للاسمده. أيوة. انما بقول لحضرتك ده المرفوض من الزباله اللي المفروض معظم دول العالم بيدفنوه، بيودوه في حاجه اسمها لاند فيلد. احنا بقى بناخد ده ونحطه جوه رياكتور، وبنبدا نشغل وبنحول الجزء ده الى فعلا فحم كربوني بنسبه بتتفاوت طبعا المخرجات على حسب اللي موجود جوه الرياكتور ده قد ايه. لو في مثلا اكياس بلاستيك وحاجات منتهيه اللي هي ما ينفعش ادورها تاني، فدي بتعلي شويه القيمه بتاعه الجزء الزيت البيرولي، لان دي مواد هيدروكربونيه انا كسرتها الى اجزاء معينه عن طريق تفاعل معين بتتحول الى البنزين 92 و95 او الى الزيت والغاز البيرولي. ده اللي انا بستخدمه بقى في توليد الكهرباء، اللي هو الزيت او الغاز البيرولي. أيوة. هو ده اللي بيستخدم في توليد الكهرباء لو احنا احتاجنا بالنسبة للعقارات. تمام. وده عشان كده احنا فضلنا ان ندخل على طول على التحويل لكهرباء، ما طلعش مخرج بترولي وادخل في مشاكل مع الرقابه الصناعيه. احنا مش عايزين ندخل في مشاكل، ده جاست ان احنا بنطلع كهرباء متوافقه مع المواصفات المصريه. وده افيلابل جدا، بدل ما كان بقول لحضرتك حجم الرياكتور ان انا اللي بستخدمه في حدود 5000 طن يومي، انا فتته عشان اخليه 2 طن يومي. طب ما ده انا عملت ده ليه؟ علشان نشارك مع الدوله في تشغيل الشباب. اما مجموعه من الشباب يشتركوا في تملك مفاعل زي ده، هم بنفسهم احنا بنعلم الشاب ازاي يعمل دراسه جدوى. وبعد ما بنعلمه دراسه الجدوى دهيت بنعرفه مين الزبون بتاعه. الزبون بتاعه جايز يكون مثلا واحد راح لنادي قال له انا عايز اخد الزباله بتاعتك وهجيب المفاعل ده واحطه عندك في الارض الفلانيه، وهنتج لك كهرباء تشتريها مني انا بدل ما تشتري من الدولة، تشتري مني أنا. وبالتالي ده بيدخل تاني ان احنا كأننا بنبيع الكهرباء للدولة، بندخلها بمردود اخر. فبالتالي انت حضرتك بتحل مشكلة شباب ما كانش لاقي شغل، شباب عايز يستخدم الامكانيات المتاحة في ان هو يحصل على فرصة عمل مناسبة. احنا هنتكلم بالتفاصيل عن تملك الشباب لهذا المشروع، لكن خلينا نقول هل يعني انا عايزه اسال حضرتك برضو ناحيه قانونيه اذا كان حضرتك على درايه بيها لا،
هل شركة الكهرباء التابعة للدولة هتتنازل عن جزء من محصلاتها؟ هو حضرتك الموضوع مش ان هو هي تتنازل، انا خليني اقول طب لحضرتك قول لي في حضرتك. تشريع طالع دلوقتي ان حضرتك في الطاقه الجديده والمتجدده، مم. ان انا ممكن انتج كهرباء من طاقه الرياح، ممكن انتجها من الطاقه الشمسيه، ممكن من القمامه. مم. طب الطاقه دي هتروح فين؟ لازم تتربط على الشبكه العموميه. مم. عشان اما تتربط على الشبكه العموميه يبقى انا بطبق برضو المعايير المطلوبه مني، وبالتالي باخد ثمن اللي انا انتجته. مم. فاحنا مش هنعمل حاجه لا تتوافق مع قوانين الدوله. مم. انا ممكن كنت اركب محطه طاقه رياح فوق بيت صغير، ودي برضو احد التكنولوجيات الروسيه الجديده. مم. ان انا بدل ما كان الطاحونه اللي حضرتك كنت بتشوفيها في الزعفران في العين السخنه حجمها رهيب جدا، النهارده انا ممكن حاجه قد المكتب دهوت بس بحطها على سطح العماره، مم. اقدر ان انا انتج منها طاقه نظيفه اللي هي طاقه الرياح، وان انا الطاقه دهيت بتنتج لي كهرباء لمده 24 ساعه كامله. مم. وبعدين انا مش بستخدم كهرباء فيتي 24 ساعه، بس الرياكتور ده بيطلع لي كهرباء كل 24 ساعه. مم. الزياده هتروح فين؟ مم. بعمل اوت على الشبكه العموميه وباخد الفرق ده. مم. فيعني احنا يعني المشروعات اللي زي دي بتساعد الدوله على تخفيف حمل الاعباء الموجود على استخدامات الطاقه، وان انا اخلي بدل ما احرق البترول لا ادور على مصادر اخرى، والبترول ده اعظم قيمته، وان انا احوله الى صناعات تحويليه زي البتروكيماويات، وان انا استخدمها في حاجات بدل ما استوردها بمليارات الدولارات لا اصنعها محلي. ده الفكر بتاعنا الاساسي اللي بني عليه هذا الموضوع. ومين اللي يمتلك المشروع؟ مش انا، الشاب نفسه. وبنبحث دلوقتي او خلاص في صدد التعاقد النهائي مع بنوك هي اللي تتولى عملية امداد الشاب دهوت بالامكانيات المادية عشان شكل قرض يعني؟ طبعا شكل قرض. هي بتاخد الضمانات المناسبة على الشاب، وفي نفس الوقت بتساعده في تملك مشروع من مشروعات. ده واحد من المشروعات اللي احنا داخلين بيه. احنا داخلين ب 14 مشروع للشباب. هنتكلم عن باقي المشروعات وهنلقي الضوء عليها، ولكن انا عايزه ادخل في التفاصيل خاصه الماديه. يعني مجموعه من الشباب هيشتركوا في مفاعل. تمام. تقريبا التكلفه الماديه كام؟ خليني اقول لحضرتك دراسه جدوى معموله على 50 طن. ال 50 طن دهوت المفروض ان هو بيتكلف في حدود 6 مليون دولار. انا مش هقدر الشاب هجيب منه 6 مليون دولار. فتتنا دهوت بحيث ان هو ينتج لي، يعني ان انا اعمل حاجه 2 طن، اسف ده 5000 طن، 2 طن. فحضرتك قسمي بقى القيمه دهيت على الرياكتور دهوت ممكن يتكلف كام؟ هيتكلف في حدود من 300,000 200-300,000 جنيه. الدراسات اوريدي معانا ومحسوبه، كل جزء منها بيكلف كام، اللي بنسميه الدعم الفني اللي احنا بنديه بيتكلف كام، الضرايب بتاعت الدوله كام، كل حاجه محسوبه بالظبط، بحيث قبل لما الشاب يجي يقول انا عايز المشروع ده انا بديله كل العناصر بتاعته وهو يختار الذي يناسبه منه. وبنعرفه ازاي يجيب الزبون بتاعه، بنسميه الكاستمر، يعني ازاي يدور عليه. بنعرفه ازاي يتعامل مع الاجراءات بتاعه تاسيس الشركه، لان دي لازم تبقى شركه مساهمه، ياسسها ازاي هو وزمايله. كل ده بنديهوله، وبنقول له هتروح عند الصندوق الفلاني او هتروح الشباك الفلاني او بحيث ان احنا بنوفر عليه خطوات كتيره اللي بتيأس اي مستثمر سواء كبير ولا صغير ان هو يمتلك المشروع بتاعه. احنا بنساعده فيها بعد ما احنا تتبعنا الخطوات اللي هي يجب ان تتوافر لتأسيس شركة عموما، فبنديها للشاب بحيث ان هو يقدر ان هو يطبقها بالفعل. عايزين نتكلم عن العائد المادي ودورة رأس المال في قد ايه، يعني المدى الزمني بتاعها قد ايه؟ هو دورة رأس المال بتتراوح ما بين سنة لسنة ونص، ان انا استرد رأس المال اللي انا استخدمته من سنة لسنة ونص. جت منين حضرتك؟ استرد رأس المال كاملا اللي هو 200-300 جنيه، عفوا 200-300 ألف جنيه في خلال سنة ونص. ازاي؟ حضرتك انا باخد طن الزبالة بكام؟ كام حضرتك؟ ب 200 جنيه. تمن المفاعل نفسه كام؟ 300,000 مثلا. الطن الزبالة اللي انا باخده بيطلع لي منتجات
ما بين فحم كربوني حوالي 30%، من 30 ل 40%، زيت بيرولي اللي انا بستخدمه في تصنيع الكهرباء، وبعض الجازس وبعض المعادن، لان ممكن يكون عندي الزباله دي فيها التاير بتاع العربيات اللي هي الكاوتش بتاع العربيات اللي فيه معادن، فالمعدن ده بيتم استخلاصه وبيعه للشركات الاخرى. اسود الكربون ده بيستخدم ويتباع للمصانع اللي بتصنع الاطارات. مفيش حاجه بتطلع من عندي الا ولها استخدام ولها قيمه. على سبيل المثال يعني المفاعل اللي انا حطاه في مكان معين ممكن اطلع زيت البيرول اللي حضرتك ذكرته للاستخدام المنزلي، هو نفسه على حسب المكون اللي داخل للمفاعل، ممكن اطلع منه الفحم الكربوني. لا بلس يعني بيكون يعني انا بيطلع عندي 4 حاجات: زيت بيرولي، غاز بيرولي، معدن، والكربون. الفحم الكربوني. الفحم الكربوني بيروح للشركات بتاعه الكاوتش بيستخدموه وبيتباع الطن، بيسموه حتى التشاركول، بيتباع الطن فيه حوالي 500 جنيه، من 300 ل 500 على حسب النقاوه وعلى حسب المش سايز بتاعه. عند حضرتك الزيت البيرولي لو فعلا جات وناخد الموافقات على ان ده بنزين 92 او 95، ممكن طبعا نشوف اللتر حضرتك بكام، بس مش هدخل في القصه دي دلوقتي لان هي محتاجه يعني ان احنا نثبتها عمليا وناخد الموافقات القانونيه عليه. انما ان انا احول دهوت لطاقه كهربائيه طبعا عادي، كاني باخد اي بنسميه اورجانيك ويست او مخلفات عضويه وبحرقها وبطلع منها كهرباء. بقدر الكهرباء المستخرجة من هذا المفاعل هيبقى واللي هتباع للمنازل هتبقى نفس سعر الكهرباء العادية اللي شغالة اليومين دول، ولا هتبقى اكتر؟ لا هتبقى اقل. بكام؟ انا بحط ايه الفيد بتاعي كام؟ الفيد بتاعي حاجة تمنها الطن 200 جنيه. انا نص الطن ده هو بيطلع لي مواد بترولية. تخيلي بقى حضرتك المواد البترولية دهيت اللي انت هتطلعيها هتنتج لك قد ايه كهرباء. لو انا خدتها كمواد بترولية بس، اللي هو النص الطن ده هو بيطلع 1.3 منتجات بترولية مختلفة. فهلاقي ان المردود المادي بتاع المشروع مغري جدا، وان فعلا انا ادخل فيه، وان انا فعلا انا بقول لحضرتك لاي شاب او اي جهه عايزه ان هي تشترك في الموضوع ده لازم الاول تقعد معانا وتدرس دراسه الجدوى اللي احنا مجهزينها معاها كويس جدا. وطبعا يعني كل واحد بيقدر ان هو يقيم انا هستفاد بايه اكتر من دول. هل احولها لطاقه ولا احولها يعني كهرباء، ولا الناس استخدمها زي ما هي كده انا محتاجها في تصنيع مثلا بويات، نستخدمها في تصنيع اي حاجه تانية. فكل واحد فينا بيختار اللي هو عايزه. انا هستخدم ده في صناعتي، انما اللي بالفعل اللي احنا داخلين بيه انا عايزه كهرباء. كهرباء في فكره في حيز التنفيذ حاليا. ايوه بقول لحضرتك المفاعل ده احنا استوردناه خلاص. هو يعني وزين مثلا خلال اسبوعين 3 هيتركب فين بقى؟ في محرم بيه في شركه اللي هي مسؤوله الشركه المسؤوله عن النظافه في الاسكندريه. مظبوط. احنا عملنا مذكره التفاهم مع مجلس الاداره، ويعني بنقدم حتى دهيت كهدية من المجموعة للشركة كموديول ناجح في مصر. التطبيق على أرض الواقع حضرتك مش هوا أو فكرة بنبيعها للناس وخلاص. وبنقول والله لو الفكرة دي فعلا نجحت خلاص يعني ادونا بقى فلوسنا اللي احنا عملناه. الفكرة فشلت خلاص احنا متحملين، والحمد لله احنا واثقين في اللي احنا بنقدمه. حضرتك ذكرت ان دي فكرة من ضمن 14 فكرة من ضمن او في اطار مشروع امتلك مشروعك للشباب. ايه باقي الافكار المطروحة؟ حضرتك احنا فكرة امتلك مشروعك للشباب زي ما قلت حضرتك الكور بتاعهم او الاساس بتاعهم حاجة واحدة، ان احنا بناخد مجموعة الشباب اللي عايزين يشتغلوا بنديهم حوالي 21 يوم تدريب على ازاي ان هو يعمل دراسة جدوى بنفسه، ازاي يعرف السوق بتاعه هيبقى شغال فين، ازاي ان هو يتعلم كيف يمكن له تأسيس شركة، ايه الاجراءات القانونية لتأسيس الشركة. بنجيب طبعا متخصصين سواء اساتذة في الجامعة او خبراء في عمليات تأسيس الشركات. وبعدين احنا ال 14 مشروع دول متقسمين لمشروعات خاصة بالغذاء، غذائية يعني، او تصنيع غذائي،
ومشروعات خاصة بالبيئة، ومنها مثلا معالجة مية، معالجة مجاري، تحويل القمامة إلى طاقة الرياح اللي احنا يعني بنقول برضو دي تعتبر من أنظف وأكفأ أنواع الطاقة اللي موجودة حاليا، وخاصة في المناطق اللي فيها سرعة ريح لا تقل عن 3 متر لكل ثانية. ده أفضل لي من الطاقة الشمسية في حاجات كتير. أولا في الصيانات بتاعته قليلة جدا. ثانيا ان اقل طاقة ريح ممكن تشغل لي المفاعل دهوت او التربينة بتاعتي دهيت لمدة 24 ساعة كاملة. انما الطاقة الشمسية فما بيكون في شمس في انتاج كهرباء. طب ما فيش شمس، الكفاءة بتاعتي بتقل وممكن يكون زيرو. طب انا شغال في البيت، انا حطيت مروحة يعني مفاعل صغيرة على قد البيت بتاعي مثلا بتطلع لي 4 كيلو وات ساعة. هل انا بستخدم 4 كيلو وات ساعة يوميا على مدار الساعة؟ اكيد لا. يجي عليا مثلا بالليل انا نايم فطفيت، بس التربينة عمالة تولد كهرباء. الكهرباء دهيت المفروض ان هي بتتنقل على الشبكة العمومية، والمفروض اللي هو انا صاحب بيت ان انا اخد الفرق ما بين الطاقة اللي انا صدرتها للشبكة، طاقة جديدة ومتجددة لها فئة سعرية معينة بتحددها الوزارة، وباخد الفرق ما بين اللي انا استهلكته والفرق اللي انا صدرته على الشبكة. وهي دي الفكرة برضو اللي بنقول بنساعد فيها ازاي نقلل استهلاكات الطاقة عندنا، او نوجد صور مختلفة او نقول عليها متجددة للطاقة البديلة. كمان في تكنولوجي جديد اسمه السوبر ليد، مش الليد اللي الناس كلها بتتعامل بيه. السوبر ليد ده هو تكنولوجي روسي. صاحب الفكرة هو عالم روسي اللي فاز بجائزة نوبل في الفيزياء، هو صاحب المشروع ده هو، ودي لا تنتج الا في روسيا. السوبر ليد بيوفر بالفعل اكتر من 85% من استهلاكات الاضاءة. على سبيل المثال لو انا بصيت على الاندية، نادي زي بلاش اذكر اسامي معلش، نادي من الانديه كبيره بيستهلك كل شهر ما يوازي 4 ميجا. طب ما ده بيكلفه كتير جدا لانه بيشتري الكهرباء بسعر تجاري. طيب احنا قعدنا مع مجلس الاداره دهوت وقلنا لهم الحل مش في ان انا اعمل تربينة طاقة رياح، دي هنعملها بس مش على كل الكهرباء. لو احنا حسبنا استهلاكاتك في الكهرباء هنلاقي تقريبا 60 ل 70% منها انارة. طب ايه اللي يمنع ان انا احول لك السيستم كله الى طاقة قصدي الى سوبر ليد؟ فده هيوفر لي في الاستهلاك من 85 ل 90%. انا هدفع فيه قد ايه؟ هدفع دي في نص اللي انا بدفعه في المفاعل او اقل، يعني كمية اقل بكتير جدا من اللي في المفاعل. يبقى انا خليته يعمل سيفنج او يرشد الطاقة بتاعته وبامكانيات اللي موجودة عنده، ما عملتلوش محطة جديدة لتوليد طاقة رياح او كده. طب لا، ده لسه هو محتاج طاقة رياح بنعملها في حدود اللي هو محتاجه بالفعل. محتاج 1 ميجا، محتاج 2 ميجا، 3 ميجا على حسب الاستهلاكات اللي موجودة. الكلام ده لم يطبق في اسكندرية بس ده احنا لسه كنا جايين من اجتماع يوم الخميس يوم الاربعاء اللي فات مع كبرى برضو الشركات العاملة في مجال المقاولات يعني البناء في مصر. واتفقنا معاهم برضو ان احنا هنغير السيستم اللايتنج سيستم بتاعهم بالكامل بنظام السوبر ليد. السوبر ليد هو تغيير انواع اللمبات ولا؟ ايوه بس كده كل اللي احنا نعمله كده. وكمان نفس الشاسيه اللي بيستخدمه مثلا في الاستاد بتاعه هو مش هكلفه حاجه. بالعكس، ده انا كل اللي هعمله هغير له السيستم. السيستم بدل ما كان بيستهلك مثلا 1 كيلو وات هيستخدم 2 من 10 كيلو وات او 1 من 10 كيلو وات. طب اسعار هذه الانواع من اللمبات ايه اللي هو السوبر ليد؟ لا يعني اقل بكثير جدا جدا من ان انا ادور على مصادر مختلفه للطاقه، بكثير جدا. يعني لو انا عايز اعمل طاقه رياح او احول برضو القمامه لطاقه هتتكلف شويه. انما ان انا اغير السيستم ده هو مكلف، مش هنقول ان هو مش مكلف، ولكن لو حسبتيه كدراسه جدوى يعني هيوفر على الاقل يعني 6 مرات
اللي انا بستخدمه لو انا طب عملت والعمر حقن الافتراضي هذه النوعيه من اللمبات اللي هي 15 سنه 15 سنه وضمان 5 سنوات من الشركه المورد. فيعني الضمان طبعا بجرانتيد ببنك، وفي نفس الوقت اللي هي استمراريتها بتوصل حوالي 15 سنه. 15 سنه. بنتمنى ان هذه الافكار تجد لها طريقه للتنفيذ. خلينا نتوجه بالشكر الجزيل لدكتور خالد العطر، المدير الاقليمي لشعبه المبدعين العرب ومدير عام الجوده الشامله باحدى الشركات. بنصل الى ختام حلقتنا النهارده من الاسكندريه مباشر لاسره يوم الجمعه، على وعد ان نلتقي باذن الله يوم الجمعه القادم. الى ان نلتقي، لكم منا ارق التحيه.